واضح كده ان الموضوع مش هينتهي بسهولة زي ما كنا فاكرين. يعني واضح كده ان موضوع الاعلامي تامر امين وبنته نور واللي حصل معاها وفكرة طلاقها من ابنة شريف عمرو الليثي الاعلامي عمرو الليثي، والكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا والحاجات دي مش هينتهي بسهولة زي ما احنا متوقعين، ان الموضوع اخد ابعاد اكبر من كده. وانا قلت لحضراتكم سابقا اكتر من مرة ده امر طبيعي. واحد خاطب كان واحدة أو كاتب كتابه على واحدة متجوزة، بعديها بشهرين انفصلوا عن بعض وكان فرح. أنا كنت شايف فيه الإعلامي عمرو الليثي بيسقف وبيتنطط والكلام ده. وكان تامر أمين فرحان جدا وكانوا مبسوطين والحياة كانت حلوة. بعديها بشهرين اتطلقوا، وده كانت صدمة. يعني حتى الوسط الفني والإعلامي وكله كان مصدوم من فكرة دول كانوا فرحانين بيزقططوا بيسقفوا بيزرغطوا. شايف الفنان الاعلامي عمرو الليثي ماسك طبله بتاع كده دف كده بيطبل عليه، وعمرو تامر امين كان بيرقص وحاضنين بعض. ازاي اتطلقوا بعد نصيب؟ يعني كل واحد بياخد ايه نصيبه، لكن اتطلقوا بعديها. فكان من ساعتها الناس كلها بتتحدث عن سبب الطلاق. طب هم اتطلقوا ليه؟ ايه اللي حصل عشان خاطر يحصل كده وينفصلوا عن بعض او يتطلقوا او يتم الكلام دوت؟ كان كلام كتير جدا جدا دور في الموضوع ده عن سبب طلاقهم وانفصالهم عن بعضهم والكلام ده. لكن سرعان ما انتهى حوار الطلاق مع عداه السنه، وشريف عمرو الليثي راح خطب ملك احمد زاهر بنت الفنان احمد زاهر. وانا قلت لحضراتكم ان واضح ان الموضوع ده بقاله فترة. ليه بقى؟ لأنك لما تيجي تشوف ملك في أول 2026 بالظبط من حوالي 4 شهور في شهر 12 اللي فات، في آخر سنة 2025 قالت لي إن أنا هتجوز السنة دي. وكانت بتتكلم على الجواز كتير جدا، يعني كانت بتتكلم على الجواز كتير جدا جدا، وان هي السنه دي هتتجوز، وان السنه دي ربنا هيكرمها وتخش عيش الزوجيه وكلام كتير جدا من النوعيه ده. ده الكلام اللي قالته ملك احمد زاهر على مدار الوقت اللي فات كله، على مدار الوقت اللي فات كله عن قربها وفكره زواجها من احد الاشخاص اللي هي بتحبهم. وكانت بتقول ان انا ابحث عن شخص يكون قريب من قلبي، وانه يكون قريب لبابا ومشابه لبابا. لكن الموضوع بياخد ابعاد اكبر بقى من فوق ما حضراتكم تتخيلوا. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا الموضوع دلوقتي حاليا بقى فيه يعني طبيعي اي واحده ست في الدنيا جوزها بيتجوز واحده تانية، لو طلقها بتبقى هي في حاله صعبه. يعني مثلا بتبقى ايه مثلا؟ يعني هي احسن مني في ايه مثلا؟ انت ما لحقتش تنساني مثلا، فلازم بيبقى فيه بعض الاحتقان. وانا هرجع تاني واقول لك ان محبه تامر امين لبناته لا تقل عن محبه الفنان احمد زاهر لبناته. خلي بالك، يعني اللي تامر امين بيحب يعمله مع بناته في حبهم وعشقهم، وبيحبهم وبيحب ان هو يكون معاهم على طول. واتفرج على تامر امين مثلا لما بتيجي سيره بنت من بناته بيعمل ايه؟ بيكون تحس ان هو بيبتسم الابتسامه الابويه الجميله. عارف انت ايه الابتسامه الابويه الجميله كده؟ ان انت ابتسم فانت اب. فهو حتى لما شفت له اللقاء بتاع ابله فاهيتا كان معاه بنته وكان في اسعد لحظات حياتهم. وكمان عايز اقول لك على حاجه، هو طبعا في السعوديه كان من كام يوم بيعمل عمره، وكان وجه رساله من هناك للمتابعين وقال لهم يعني دعوه حلوه من انا بحبه على فكره. يعني في ناس كتير جدا ما بتحبوش، ولكن انا ما بحبش تامر امين. وكان حتى اصدقائه المقربين منه زي الفنانه في عبده تقول لك كده يقعد معانا بالليل يطلع الصبح يفضحنا. ما بيحبه، بس انا بحبه. راجل اهلاوي محترم، انا بحب الاهلاويه والزملكاويه برضو. يعني انا اهلاوي بس بحب الزملكاويه لو مني كل احترام، بس انا بحب الاعلامي تامر امين. وبحترم جدا جدا عمرو الليثي. ومفيش حد في الدنيا يختلف الراجل ده بالنسبه لي. الاعلامي عمرو الليثي ده بالنسبه لي ان هو من الشخصيات الجميله جدا، الشخصيات المحترمه جدا. انا ما سمعتش ولا مره خلاف على الراجل ده. ما سمعتش ولا مره حد طلع اتكلم وقال ان عمرو الليثي زعله في حاجه. انا بحب جدا 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 اللي هو من اسره اعلاميه على فكره. يعني انا بحب جدا جدا، اعتقد والده اعلامي او حاجه في الاعلام. الاعلامي عمرو الليثي جدا جدا. ما انا لما اتكلمت عليه لقيت ان كم كبير جدا جدا من المتابعين يتحدث ويقول لي لا ده انت عمرو الليثي ما فيش شبهه. ودي حقيقه. يعني انا حتى الراجل ده يعني من ضمن الناس اللي هي بتعمل خير جدا، اللي هو اعماله كلها حتى الفن الاعلاميه تحس ان هي كلها ساعيه للخير.
بيحاول يساعد الغلابه، بيروح يجيب الناس اللي هم معاهم فلوس من الفنانين والكلام من ده، ويخليهم ان هم بالمعنى الاصح يساعدوا الناس الغلابه ويدوا الناس الغلابه. وشفت له كذا لقاء، مره مع تامر حسني، كان جايب تامر حسني عشان يعمل اعمال خير، ومره تامر حسني عشان يعمل كريم عبد العزيز انا اسف يعمل اعمال خير، وتامر حسني عشان يعمل اعمال خير ويدوا الناس الغلابه. فانا بحبه جدا جدا كمحترم، يعني لا يختلف اتنين على احترام الاعلامي عمرو الليثي. كفايه ان هو ثابت على مبدأه، يعني هو من ضمن الاعلاميين اللي ثابتين على مبدأهم. يعني ما تلاقوهوش مثلا مش متطرق للسياسه، ما تلاقوهوش بيخش في السياسه، تلاقيه كده في حته تانية. حالاته الانسانيه، يعني انا كنت بحبه اكتر من ريهام سعيد بكتير. بحس ان هو يعني يعمل للخير مش من اجل الشهره. يعني انا بحس بصراحه ان هو بيعمل في الخير مش من اجل الشهره. وده اللي خلاني قلت عليه ان هو من الشخصيات المحترمه جدا جدا. في ناس كده بتشتغل، عارفين انتوا ايه، من اجل الترند. الراجل ده لا، الراجل ده بيشتغل مش من اجل الشهرة، بيشتغل من اجل ان هو يعمل حاجة كويسة، وان هو بالمعنى الاصح بيعمل اعمال خير. فكشخصية بس طبيعي انت لازم ان انت هتلاقي يعني ايه بعض ده امر كلنا متوقعينه، يكون في بعض المناوشات طبعا بين اسرة طبعا بين أسرة تامر أمين بنته طبعا وأسرة أحمد زاهر، بسبب طبعا خطوبة شريف بعد طلاقه من نور بنت الإعلامي تامر أمين. طبعا سبب الطلاق ده الله أعلم إيه، إحنا ما ينفعش برضو إن إحنا إيه نتكلم في حاجة الله أعلم بيها إحنا ما نعرفهاش عن سبب الطلاق. يعني إيه سبب الطلاق اللي بينهم وبين بعضيهم، فما نعرفش التفاصيل الكامله. لكن انا بشوف كمن وجهه نظري ان الله اعلم، ربنا يهدي الحال. والله كل الجواز ده اسمه ونصيب. يعني انا بشوف من وجهه نظري ان الجواز ده اسمه ونصيب، يعني ربنا بيكون كاتب لك نصيبك، هتاخده حتى لو رحت فين، هتاخده حتى لو رحت فين. لكن الموضوع مازال حتى الان مستمر في مناوشات، في شويه حاجات كده صغيره بتحصل، ما نقدرش نقول الا ربنا يهدي الحال. دي كانت حلقتنا النهارده على قناه النقد والمنقود. شكرا للناس المحترمه اللي مشرفونا النهارده على قناه النقد والمنقود. لكم مني كل الاحترام والتقدير، وباذن الله تعالى التقي مع حضراتكم في لقاء اخر. شكرا لكم جميعا، ولينا لقاء آخر مع حضراتكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.